اهلا يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبألف خير، وتكون يا رب جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. والله يا جماعة المحشي ده لا كان على البال ولا كان على النية. ده انا كنت قاعدة كده في امان الله انا ومامتي الساعة 12 بالليل او الساعة 1 بالليل، قالت تعالي نقوم نعمل حلة محشي. واللهم بارك قامت، وعلى ما انا قمت حتى ما لحقتش اصور البصل وهو بيتعمل، لقيت كل حاجة جهزت زي ما انتوا شايفين. والله يا ولاد حتى الحلة ما اخدت مننا وقت، وبصراحة حلة محشي لا يعلى لا يعلى لا يعلى عليها. ده كده اهو، ولسه ما عملناش حاجة. دخلت لقيتها برضو غاسلة الرز زي ما انتوا شايفين ومصفياه، وامور الرز زي الفل، نقت الرز وصفيته وظبطته. وانا يا دوب على ما جيت دخلت لقيت ايه؟ لفيت بس. بصراحة يا ولاد والله يعني ده هو قاعد كده حاطط الشبت، وكان الشبت قليل زودناه. وبصراحة يعني والله العظيم كان محشي مفيش فيه ولا غلطة. دايما الحاجة اللي بتكون جاية فجأة دي بتكون لا يعلى عليها. ده هو انا بقلب فيه، وبصراحة يا جماعة قسما بالله يعني اعملوا محشي كتير وكلوا محشي كتير. المحشي بقى خصوصا مع البط كده حاجة تانية. ده هو بعد ما الرز خلاص ظبطنا الرز وظبطنا كل حاجة. إيه كانت مصفياه لما وريتهولكوا في الاول، ده كده لما ايه خلصته. ده ما شاء الله برضو لقيتها حطت في الحلة طماطم وجزر وفلفل وظبطت الحلة. و ده احنا كده بنبقى نحط في ارضية الحلة دي الحاجات ايه؟ فلفل، لا جزر، لا حاجة كده ايه بتخلي الدنيا في حتة تانية. ده الورق، وبصراحة الورق لا يعلى عليه. والورق بصراحة هي اصلا عاملة الورقة مقصاه ومظبطاه يدوب على الحشو على طول. ما شاء الله اللهم بارك. والورق بصراحة جميل جميل جميل. ايوه جميل جميل جميل. وجميل خزنوا يا جماعه بقى كتير كتير ورق لرمضان ان شاء الله. كده حطينا كل حاجه على بعضها وانا بدات اقلب. والشبت لقيناه قليل، حطينا شبت بزياده. فضلت اقلب فيه وايه لحد ما لما كل حاجه ما الصلصه بقت تمام والرز بقى تمام والشبت. ففي الاخر هوريكم برضو بصراحه برضو المحشي ما بيبقاش حلو غير لو فيه دهن. لو حطينا عليه كده زبده من فوق بتخليه بجد بجد يا جماعه في حته تانية. شوفوا بس يعني التصوير كده، ما بالك الطعم عامل ايه؟ الطعم اللهم بارك اللهم بارك يا رب. حاجة كده وهم والله العظيم. والشبت بيحطه في حتة تانية. المحشي لا غنى عنه، لا غنى بصراحة عن المحشي في كل الأيام. وفي الأيام اللي داخل علينا دي رمضان، كل سنة وانتم طيبين. المحشي بصراحة لا يعلى عليه. ده كده يا جماعة. فضلت بقى اقلب فيه وبعد كده ايه هنلفه سوا. وبرضه هوريكم وانا بلفه وكل حاجه، ما مشلتش عنكم حاجه. ده الحله اهي زي ما قلت لكم، وده الورق وده الرز جهزناه. هاجي بقى بعد كده وانا بلفه. ما شاء الله اللهم بارك كل حاجه كانت ولا غلطه، مع انه والله يا جماعه ما كنا حاطين في حسابنا خالص ان احنا نعمل محشي. ده كده قعدت وبدأت ألف المحشي، وما شاء الله على لفة المحشي بتاعتي لا يعلى عليها اللهم بارك. لفت كده وصلنا لنص الحلة يعتبر. الحلة ما شاء الله برضو كويسة، حجمها كويس، لا كبيرة ولا صغيرة، بس هي بالنسبة لنا ما شاء الله كبيرة. ده كده الرز اهو. ايه رأيكم يا جماعة في اللف بتاعي؟ لف كده تحفة. حلويات يا ولاد والله حلويات. بدأت ان انا الف مع مامتي، دايما دايما بلف معاها، ربنا يخليها لنا، ودايما نعمل سوا ونشارك كل حاجة كده سوا. بصراحة يا جماعة والله يعني مكناش ناويين، بس ربنا بيبقى ليه حسابات تانية. ما شاء الله انا برضو لفي في المحشي ايه، طباخة 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 اللهم بارك. حاجة كده يعني تحفة فنية. ده ما شاء الله بعد ما خلصنا الحلة بتاعت المحشي.
لفه يعني لفه معلمين والله. والله لفه معلمين يا ولاد. وصابع كده ايه، صابع حلويات في حته تانية والله. بجد بجد تحفه تحفه تحفه. ما شاء الله اللهم بارك بجد. ايه رأيكم بقى؟ انا مش هتكلم، انا مش هتكلم. حاجة كده اللهم صلي على النبي والله. المحشي بجد كان في حتة تانية، والدهن زي ما قلت لكم بيوديه في حتة تانية. واللهم بارك اللهم بارك. انا ما